هناك متعة حقيقية وراء كونك تشعر دائما بالدهشة. لذلك نجد أشخاصا يسافرون كثيرا للتعرف على أمور جديدة تشعرهم بالحيرة والمفاجأة والصدمة، وذلك للبحث في البيئة المحيطة وهم لا يعرفون ما الذي يحدث حولهم. هذه الأماكن غريبة جدا وتستحق حقا أن تراها بنفسك. 10. جبل روريما. لو رغبت في وصف هذا المكان باختصار فيمكننا أن نصفه بأنه مكان مختلف تماما، يشبه المكان الذي ظهر في الفيلم الهوليوودي الشهير Journey to the Mysterious Island، فهو يمتلك كل المقومات التي تجعله يحمل هذا الاسم بجدارة. فبجانب قمته المسطحة به نظام بيئي فريد تماما من نوعه، والذي يتضمن مجموعة غير اعتيادية من الحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى الشلالات التي تعتبر الأطول في فئتها في العالم. والأكثر أن هذا الجبل يعود عمره إلى 2 مليار سنة. هذا المكان الرائع مثل الإلهام للكثير من الأفلام والقصص، مثل فيلم أب ورواية كونان التي صدرت في عام 1912 باسم The Lost World. هذا المكان هو بالفعل واحد من أكثر الأماكن غموضاً. سؤالي لك الآن يا صديقي، هل تجرؤ على زيارة هذا المكان الرائع؟ اذكر لنا ذلك بالتعليقات. رقم 9. رامسيتو أو جسر راما، هو جسر مائي يربط بين جزيرة يامبان في تاميل نادو إلى جزيرة مانار في سريلانكا. الدراسة العلمية أثبتت أن الجسر تكون بصورة طبيعية بفعل كتل الجير الضحلة، ولكن طبقا للهندوسية فإنه بني من قبل اللورد راما وجيشه المكون من القرود، حيث بني هذا المكان ليصل إلى سريلانكا حيث خطفت زوجته سيتا. والمفاجئ أن الجسر بالفعل يعود عمره إلى 5000 عام. إن كل شيء متعلق بهذا الجسر غامض للغاية، ويقال إنه حتى القرن ال15 كان البشر يتمكنون من السير عليه، وكان يقدر عمقه من 3 إلى 30 قدم، وهو الآن تحت سطح الماء، ولكن لا تستطيع السفن العبور فوقه، وبذلك تضطر السفن القادمة من الهند أن تلف من طريق آخر حتى تتمكن من الوصول إلى سريلانكا. وقد ذكر البعض أن اللورد راما بناه من الأحجار الطافية والتي ما زالت تنتشر في كل مكان حتى يومنا هذا. الآن ما رأيكم؟ هل هو من صنع الإنسان أم أنه تم بناؤه من قبل اللورد راما ومجموعة القرود؟ ولو كان فعلا من صنع البشر، كيف تشرح وجود الأحجار الطافية؟ رقم 8. الجبل المتحرك. الجبال لا تتحرك، ولكن جبل الرمال هذا يفعل ذلك، حيث يتحرك مسافة 20 متر سنويا. ليست كمية بسيطة من الرمال هي التي تتحرك، فطبقا لرئيس تنزانيا السابق إن ما يتحرك هو كتل ضخمة للغاية. طول الجبل 10 أمتار وعرضه 100 متر. جبل الرمال ذو الشكل الهلالي يغير شكله واتجاهه كل 10 سنوات، وفي أحد المرات انقسم إلى 2 وتحرك كل جزء إلى اتجاه مختلف. من المعتقد أنه نتاج لانفجار بركاني، وتستخدم السلطات المسؤولة عن هذه المنطقة المنارات لتحديد تحريك الجبل. رقم 7. التلة المغناطيسية. سواء كنت تفكر أو تعشق السفر على الدراجات البخارية لاكتشاف الطرق، فإن اسم لاداك في الهند سيكون مألوف لديك، حيث إن هذا المقصد السياحي سيكون له انطباع مميز لدى المسافرين، وهو ما يعني أنك أيضا سمعت بالتلة المغناطيسية والمعروفة بأنها تسحب السيارات باتجاهها. تقع هذه التلة في الطريق من سنجار إلى طريق لاي السريع، وصدق أو لا فإن هذه التلة تشرح مفهوم الجاذبية بكفاءة. وللتأكد أطفئ محرك سيارتك، وستلاحظ أن السيارة تتحرك وحدها بسرعة 12.5 ميل في الساعة من دون أن تبذل أي جهد. ولكن هناك الكثير من القصص المتعلقة بالتلة المغناطيسية، بعضها بالطبع خرافات مثير، أليس كذلك؟ رقم 6. بحر ينقسم إلى 2. مدينة كيرالا،
واجهت أوقاتا صعبة جدا هذا العام، حيث تعرضت لأمطار ضخمة للغاية غمرت المدينة بأكملها تحت الماء، وحصدت آلاف الأرواح، وتركت الأحياء مشردين. وبعد أن تراجعت مياه الفيضان، حدث أمر مذهل جعل الجميع هناك مندهش للغاية، فرأى سكان باناني في كارالا مالبورم هيكلا يشبه الجزيرة الجديدة يتكون على شواطئهم. فقد قسم هذا الخط الرملي الضيق والممتد مسافة نصف متر البحر إلى نصفين، وقد كانت ظاهرة طبيعية اندهش الجميع حقا لرؤيتها. لقد جذبت الكثير من السياح منهم المحليين والأجانب، ويأتي الناس إلى هذا المكان للتنزه قليلا. ومع ازدياد الزوار، حذرت السلطات من أن هذا الممر من الممكن أن يزال بالمياه لو ارتفع منسوبها قليلا في هذه المنطقة. ولأن السبب وراء تكونه ما زال غير معروف، فإن الناس يشعرون بالحيرة الشديدة من تكونه، وحتى ينكشف الغموض ما زال الناس يتمتعون بالسير فوقه. رقم 5: شلالات الدماء. تخيل معي جبل ثلجي يحتوي على شلال من الدماء. يبدو أمر خارق للطبيعة، أليس كذلك؟ حسنا، نقدم لك الشلال الأحمر. فعندما ترى الغطاء الأبيض الثلجي في وسط شلال أنتاركتيكا الدموي، ستشعر بالدهشة الحقيقية. فهذه الشلالات ظلت لغزا لفترة لا بأس فيها، لكن ليس بعد الآن. هذا بفضل الباحثين والعلماء، والذين فسروا لنا تلك الظاهرة بوجود نسبة عالية من أكسيد الحديد في هذه المياه، أو ما نعرفه نحن بالصدأ. الماء الخارج من البحيرة ينتج بهذا اللون، مانحا هذا الإيحاء لشلال الدماء. رقم 4: كاليموتو، أندونيسيا. يوجد جبل في جزيرة فلوريس بأندونيسيا، وهو الأساس ل3 بحيرات في حديقة محلية تحمل نفس الاسم. هذه البحيرات نتيجة لانفجار بركاني، وكلهم ألوان مختلفة: الأزرق والتركواز والأسود. لو كنت تعتقد أن هذا هو الغموض المتعلق بالمكان، فأنت مخطئ. الغموض هنا أن الألوان من الممكن أن تتغير للأحمر أو للأبيض نتيجة قرب كل بحيرة من البركان أسفلها، وتغيير لونهم لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، حتى إن أحد هذه البحيرات يصبح لونها أحيانا بني غامق. أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ رقم 3: الجزر العائمة. بحيرة لوكتوك ليست أكبر بحيرة مياه عذبة في شمال شرق الهند فقط، ولكنها موطن لجزر عائمة تسمى بومديز. هذه الدوائر الأرضية مصنوعة من التربة النباتية وأشياء عضوية، والتي تجمدت في صورة صلبة. الجزر لها سطح اسفنجي يجعلك تشعر أنك تسير على ترامبولين، ومعظم الجزر يقع تحت سطح الماء. أثناء فترة الجفاف وانخفاض مستوى المياه، نرى الجزر والغطاء النباتي واضحة. الحقيقة أن هذه الجزر وما حولها تعتبر مصدرا للمياه العذبة والطعام والري، وتعتبر الجزر خط الحياة بمدينة مانيفور، فآلاف الصيادين يعيشون من الصيد في مياهها، حيث يتمكن من صيد 1500 طن 6.6 مليون رطل من الأسماك سنويا. وحتى إننا نجد أن هناك أطفالا يذهبون إلى مدرسة تقع على إحدى هذه الجزر العائمة. رقم 2: جبل الخرافات. بعض الأماكن معروفة فقط بكونها مكان غير جيد أو غامض أو ملعون أو مشؤوم أو أي اسم ترغب في تسميته. هنا في مدينة أريزونا تقع منطقة من الأراضي الوعرة القاحلة والجافة، وتعرف بجبل الخرافات، وسميت من قبل بعض السكان الإسبانيين بسيرا ديلا إسبوما. الأساطير حول هذا المكان تدور حول رجل يسمى جيكوب وولدز. يقال إنه اكتشف منجم ذهب ضخم للغاية في هذه المنطقة في القرن 19، ولكنه أخفى موقعه المحدد حتى مات، ولا يعرف به أحد. ويقال إنه أخبر صديقا واحدا بهذا الأمر، ومنذ ذلك الوقت قامت العديد من البعثات بالذهاب إلى هذا المكان، ولكن للأسف ماتوا جميعا. لقد ذهب المستكشفون ولم يخرجوا مطلقا من هذا الوادي ليحكوا ما رأوه،
حتى إن بعض السكان المحليين يؤمنون أن الجبل هو مدخل للجحيم. وننتهي بأولاً بوابات توركمستن التي تؤدي إلى الجحيم. فوهة ديفارسي توركمستن، والتي تعرف باسم بوابة الجحيم. هذه الفوهة الغريبة في صحراء كاريكوم مشتعلة منذ أكثر من 40 عام. تم اكتشافها عام 1971 من قبل علماء جيولوجيين روس، عندما انهارت الأرض تحت أقدامهم فجأة، تاركة أسفلها فوهة باتساع 230 قدم. الفوهة مليئة بغازات طبيعية سامة للغاية، وهنا قام الجيولوجيون بإشعال النار فيها، حيث توقع العلماء أنها ستلتهم نفسها خلال عدة أيام، ولكنها لم تفعل، بل هي ما زالت مشتعلة بقوة منذ أكثر من 400 عام، وكالقوة في أول مرة اشتعلت فيها. إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي لقائي معكم في هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.